فاختارت المنظمة هذا العام نخبة متميزة في إثراء هذا المجال من حقوق الإنسان. وكما اعتادت المنظمة أيضا أن تختار نخبة وكوكبة من الإعلاميين الذين كانت لهم وما زالت بصمات واضحة في ملف حقوق الإنسان. فنبدأ اليوم برحلة التكريم هؤلاء المتميزين في حقوق الإنسان. نبدأ تكريمنا اليوم بشاب ليبرالي عمل صحفي بجريدة الأهرام، وسرعان ما جعل فكره المستنير أن يتقدم سريعا ليعمل رئيسا لوكالة الوكالة العربية، ثم سرعان ما تقدم سريعا وعمل رئيسا لتحرير جريدة اليوم السابع، وهو الأستاذ الإعلامي الكبير خالد صلاح. يتقدم الأستاذ جمال جرجس برضو أنا بزيد وأكرر، احنا بنعتز بهذه الشخصية الجميلة الرائعة، وهذا الشباب الذي لم يعمل في مجال الإعلام فقط في الصحافة، إنما أيضا عمل في مجال التلفزيون الفضائي، وكان له برنامج شهير، وكنت أنا أحد ضيوف هذا البرنامج. فبنعتز أيضا بفكر الأستاذ خالد صلاح، ويتسلم الجائزة الأستاذ جمال جرجس. نشأ في أسرة مصرية، وتخرج من كلية الهندسة، وسافر إلى ألمانيا لإتمام دراسته، وقضى بها فترة من العمر، ولكنه حبه الشديد لمصر ظل مولعا بوطنه الأم مصر، ولذا حرص على زيارتها بشكل دوري والاهتمام بالشأن المصري. قام ومجموعة من المصريين المهاجرين والمعايشين في الخارج والمهتمين بالشأن المصري بتأسيس موقع الأقباط متحدون، أي المصريون المتحدون، وشغل منصب رئيس التحرير منذ عام 2004. ويضم الموقع فئات فكرية مختلفة ذو مركزيات دينية مختلفة، ويهدف لخدمة مصر وجميع المصريين. ورئيس تحرير الموقع هو المهندس عزت بولس، وتتسلم الجائزة نيابة عنه الأستاذة أماني موسى. بدأ حياته الصحفية بجريدة الجمهورية، وتولى الإشراف على العديد من الصفحات المتخصصة في مختلف إصدارات مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ورأس لقسم الشؤون الخارجية بجريدة الجمهورية اعتبارا من شهر ديسمبر 2005. وتولى الإشراف على أول صفحة من نوعها في الصحافة اليومية، وهي صفحة أجراس الأحد اعتبارا من 26 إبريل 2009، ولها العديد من الكتيبات بالشأن المصري والعلاقة بين أبناء الوطن الواحد. وإصدر في شهر يوليو الماضي دراسة علمية في كتاب بعنوان مسلمون وأقباط في عصر مبارك، وهو الأستاذ سامح محروس مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية والمشرف العام على صفحة أجراس الأحد. عمل بالصحافة منذ 5 سنوات، وبدأ أولى خطواته الصحفية بأحد الصحف الإقليمية، وكانت كتاباته الشهرية في العمل
وكثير من الدواوين الشعرية، وهو الصحفي بجريدة الوفد عبد الوهاب شعبان. هو حاصل على المؤهل العلمي بكالوريوس إدارة، ومشرف في منتدى خالد الفيصل ومنتدى الصرح، وهو مدير شركة الثابتي للتجارة والمقاولات، وهو الأستاذ محمد بن علي الشهيري، وهو مدير مكتب منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالسعودية. أتكلم الآن عن شاب نشيط جدا لدرجة إن هو من أكثر الصحفيين تجولا خارج البلاد، وهو عمل في اليوم السابع ولديه كثير من المؤلفات، منها كتاب أقباط مصر، ومعد بالعديد من البرامج، وكرم في فرنسا وحصل على جائزة أفضل صحفي عربي عام 2008. وهو الإعلامي الأستاذ جمال جرجس، نائب رئيس قسم الأخبار بجريدة اليوم السابع ومسؤول الملف الإفتي. نكرم الآن صديق عزيز علينا، هو من أحد مؤسسي المنظمة، وكان وعمل بالملف الإفتي، وناشط قبطي ومهموم ومهتم بمنظومة حقوق الإنسان، ورئيس لجنة نشر الديمقراطية ودعم الحريات في المنظمة، وهو الأخ العزيز نبيل اسكندر. قبل ما أسلم بس درع التكريم، الحقيقة أنا عايز أقول للأستاذ حاجة على الأستاذ نبيل، هو مش ناشط قبطي بس، هو ناشط حقوقي يعني، لكن عايز أقول حاجة، إن الأستاذ نبيل هو من مؤسسي المنظمة. حينما كنا 10 في المنظمة في مجلس الأمناء، كان هذا هو يعني نمرة 3 معانا أو 4 في المنظمة معانا، فهو من مؤسسي ومن أقطاب المنظمة. والحقيقة يعني هو ليه يعني جميل كبير قوي على المنظمة، ولم يطلب حتى تكريمه، احنا اللي ألحينا عليه عشان نكرمه. ونأتي إلى ختامه وختامه مسك، إلى تكريم شخصية تعمل كثيرا في المنظمة. بدأت عملها في المنظمة بعمل بسيط، ولكن سرعان ما وحصلت على أنها تكون المديرة التنفيذية للمنظمة بجهدها العظيم الذي يعني احنا كأعضاء منظمة بنقول ان هي بتبذل جهد كبير في المنظمة. والتكريم ده من مجلس الأمناء ومن أعضاء المنظمة للصديقة العزيزة والأخت العزيزة الأستاذة ليليان مجدي، المديرة التنفيذية للمنظمة.